السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم وصفة جديدة، وهي الحواوشي المصري العادي اللي احنا بنشتريه من أي مطعم. إنما هعمله النهاردة في البيت نظافة. آه وكمان حاجة متأكدة منها، كلنا عارفين ان اللحمة الايام دي ما هيش مضمونة خالص، فاحنا بنجيب اللحمة من الجزار وبنفرمها، فبنبقى متأكدين 100% انها لحمة كويسة لصحة عيالنا. والمقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. ايه بقى المكونات اللي معانا النهاردة؟ انا هنا عبارة عن كيلو لحمة مفرومة. لازم يكون فيها نسبة دهون، عشان خاطر الحواوشي بيحب نسبة الدهون يعني. في ناس بتحب اللية في الأكل، ممكن تفرميها معاها، بس بصراحة أنا ما بحبهاش. دي بتبقى أذواق يعني في الأكل. أنا من طبيعتي كمان مش بحب يعني نسبة الدهون تبقى عالية جامد في الأكل، حتى يعني دي طبيعتي أنا في البيت. فهي بيبقى معاها نسبة دهون، بس زي ما انا قلتلك حابة تحطي اللي هي الدهون اللي هي دي. في ناس كتير بتحبها جدا وبتحطها. انما دي دهون عادية ماشي. وكمان معايا بصل مفروم، انا فرماه في الكبة بس مش منعمة قوي، يعني ضربه نص ضربة كده. تمام، عشان ما يصفيش مني مية كتير، عشان برضو ما يبقاش العجينة لو انت عملتيه ارفع من كده او عملتيه يعني ناعم عن كده، ممكن ان انت تحاولي ان انت تصفي منه المية اللي هتنزل منه، بس ما تصفيهاش كلها، يعني صفي نسبة منها بسيطة. طيب اللحمة عليها قد ايه بقى بصل؟ دلوقتي انا معايا كيلو لحمة، فبيبقى ما يقارب كده يعني كيلو من اللي هو البصل. طيب نص كيلو هيبقى عليه برضو نص كيلو بصل. طبعا التكة دي كل المحلات بتعملها، عشان كده بتلاقي الحواوشي بتاعهم طعمه حلو. كل ما بتكتري الفلفل البصل الحاجات دي، الطعم بيبقى احلى واجمل وكده. في ناس مش بتحب البصل كتير برضو، دي حرية، بس بصراحة انا بحب البصل جدا. وعشان تاخدي الطعم بتاع المحلات لازم تحطي كمية البصل ما يعادل كمية اللحمة. تمام. معايا هنا برضو فلفل اخضر وفلفل احمر. الفلفل الاخضر دوت فريش، انا مقطعاه. والفلفل الاحمر ده كان عندي في الفريزر. فتحطي من دوت على ده. طب ما عندكيش احمر عادي حطي اخضر، مفيش اي مشكلة، بس هو بيدي لون كده في الساندوتش وكمان بيدي طعم حلو. طيب ايه بقى هنا البهارات بقى اللي انا هحتاجها؟ معايا هنا معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، دي بتيجي من عند العطار. مش عندك ممكن ان انت تعملي كمية بهارات كده في البيت وتحطيها، بس بصراحة هي كمية البهارات بتاعة الحواوشي بيبقوا مزودين لها حاجات كده، وبتبقى ريحتها حلوة جدا، يعني انا شم ريحتها وانا بصور دلوقتي، ريحتها تحفة. ما تكتريش، يعني لو انت هتجيبي ممكن تجيبي ب5 جنيه، انا جايبه عن نفسي ب5 جنيه، لان البهارات لما بتغيب في البيت بتبوظ، فانا جبت ب5 جنيه منه بهارات حواوشي، لما بتخلص بجيب تاني صابح بصابح. ومعايا كمان ملح، ده ملح مبهر. ومعايا كمان كمون. من كل حاجة ايه يعني، الملح حسب بقى ما انتي بتحبي الحاجة حادقة، نص حدوقية كده، دي حاجة برضو بترجعلك. هنا دي بقى معلقة من الكمون، بس مش معلقة مليانة قوي. وهنا برضو معلقة فلفل صغيرة، بس برضو بتبقى مليانة دي بقى. وهنا بصوا حاجة بسيطة جدا من الشطة، عشان عندي اطفال، فانتي لو بتحبي الحاجة سبايسي كتري بقى انتي براحتك من الشطة، او ممكن تقطعي مع الفلفل الرومي تقطعي شطة خضرة برضو. بس انا عشان عندي اطفال ومش بيحبوا الشطه وكده، فما كترتش، يا دوب حاجه بسيطه تدي طعم، بس حاجه مفيش يعني. وهنا معايا الزيت دوت، طبعا انا مش هحتاجه دلوقتي، بس لازم يبقى معاكي الزيت دوت عشان تبقي تدهني بيه. طيب انا فين العيش بصراحه انا لسه ما جبتوش، لان الفرن قريب مني وكده. فانا هجيبه، بس انا قلت اتبل اللحمه عشان خاطر تاخد طعم حلو زي ما انتم متعودين معايا، لازم بتبل الحاجه قبل ما بعملها على الاقل ساعتين 2. فانا قلت اتبل اللحمه واخلص تتبيلتها واركنها على جنب تتطعم، وكده كده العيش الفرن جنبنا، هجيبه صابح، بيبقى صابح وحلو كده. يلا بقى مع بعض نبدأ نشوف هنعمل ايه. بصوا هجيب كده بولة واحط فيها اللحمه، وهنزل عليها بكميه البصل اللي معايا.
بالشكل ده كده. هي ممكن البولة ديت ما تكفيش معايا لان الكمية ما شاء الله كبيرة، يعني لو نص كيلو لحمة كانت ممكن ان هي تكفي، فانا هجيب بولة اوسع. ثواني خليكم معايا. بصوا بقى انا كده جبت الطبق ده، قلت بصراحة واسع وحلو وهعرف اخد راحتي فيه اكتر. هننزل بقى عليهم كده باللحمة والبصل. وهنزل كمان بالفلفل اللي معايا كله. وكمان هنزل بالتوابل اللي معايا. هقلب بقى كل المكونات دي في قلب بعضها بالشكل ده كده. انا بدربها الاول كده بالمعلقه، وبعد كده بقى هعملها بايدي. طبعا بقى انتي حابه تبقي لابسه جواندي وانتي بتعمليها تمام، حابه تعمليها بايدك. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعمل الحاجه دي في بيتنا وايدينا كلها بتبقى نظيفه، وايدينا كل شويه بنغسلها، ف مش مشكله يعني من نعوز ايدينا وبعد كده نغسلها. انا كده بقى خلاص هنزل بقى عليها كده بايدي، وهتنيني ان انا اخلط المكونات دي كويس قوي 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 مع بعض، عشان الفلفل يدوب مع اللحمه والبصل يدوب، كمان التوابل اللي انا حطاها تطعم كلها اللحمه بيها اهو بالشكل ده كده. انا عن نفسي بحب ان انا استخدم ايدي احسن من الجواندي. على فكره يا جماعه والله مهما كان انت لابسه جلافز يعني او جواندي وكده في ايديكي، فايدك نفسها هتبقى انضف منك. اهو بالشكل ده كده. لازم اللحمه تحسي ان لونها ما بقاش احمر زي ما كانت، لونها اتغير شويه كده بقى، بتبقى الانسجه بتاعت اللحمه ابتدت انها تتشرب المكونات اللي انت حطيتها لها، وكده يبقى الدنيا تمام. هنحطها في التلاجة بقى لمده ساعتين، وبعد كده نرجع مع بعض اكون جبت العيش ونقول لكم على التكه اللي جايه. استنوني. وبالشكل ده يا جماعه هو ده العيش اهو، لسه جاي صابح وطري وجميل اهو. بنمسك العيش كده بنتأكد ان هو مفرغ بالشكل ده اهو، وبنيجي بالمقص من على اول الرغيف نروح مدخلينه كده، وبنفتح الفتحة على قد الفتحة اللي احنا هندخل منها الحشو بالشكل ده اهي. نعمل معاكم كمان واحد اهو، نتأكد برضو ان هو سايب من بعضه كده، ونروح مدخلين طرف المقص اهو بالشكل ده، ونروح فاتحين فتحة على قد الحشو. تمام. هكمل بقية العيش معاكم وارجع لكم تاني، استنوني. وبالشكل ده يا جماعة اكون فتحت الكمية كلها. هجيب بقى اللحمة اللي انا عملتها وهجيب العيش بالشكل ده، هاخد كورة كده وهخش جوه العيش وهفرد كويس اللحمة اهي. انتي طبعا بره بيلحسوا العيش باللحمه، وكمان اللحمه متبقاش مضمونه، انما انتي في البيت عندك انتي بتاكلي عيالك وبتاكلي جوزك وبتاكلي، فلازم تبقي عامله الحاجه حلوه يعني.
فانتي املي الرغيف على قد ما انتي تحبي اهو. بصوا بالشكل ده كده. وهاجي هروح برضو مبططه كده من بره اهو، وهجيب الفرشه وهعوز الرغيف بتاعي زيت اهو بالشكل ده كده. اهو كده تعصيه زيت كله كويس اهو، عشان يتحمر معاكي من الوشين ويبقى لونه حلو بالشكل ده كده. ده كده اول رغيف عملته. هعمل كمان واحد معاكم والباقي بقى هعمله لوحدي عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم اهو. هجيب برضو اللحمه هفردها جوه في قلب العيش اهو بالشكل ده كده. كده وتملي الحروف من جوه. اهم حاجه تتاكدي ان الحشوه وصلت للعيش كله اهو بالشكل ده كده. شايفين؟ هروح جايه برضو مبططه كده من بره بعد ما اكون خلاص حطيت الحشوه اهو، وهروح جايه عايصه الوش بتاعها زيت. بياخدش مننا وقت وما شاء الله جميل جدا جدا. ادي التاني هحطهم كده فوق بعض بالشكل ده. اخلص بقيه الكميه وارجع لكم تاني، استنوني. بالشكل ده كده هكون خلصت الكيلو اللحمه. خد معايا بالظبط 9 ترغيفه، وده المفروض ده كان العاشر بس حروفه كانت زي ما انا قلت لكم مقفوله فما اتفتحتش، فروحت عاملاها شكل مثلث بالشكل ده. يلا بقى بينا على النار نشوف هنعمل ايه. هاجي كده يا جماعه هجيب الصاجه دي بتبقى موجوده في كل بيت، بتيجي مع البوتاجاز. الصاجه الاضافيه دي هنحطها على عيون البوتاجاز كده وهنوطي العيون عليها، وهاجي هعوزها كده بالشكل دوت زيت اهي. نحطها طبعا من شويه فسخنت، لازم تبقى سخنه اهي بالشكل ده كده. هتدهن كده بالزيت كويس قوي، هي طبعا كده سخنه. وهاجي بقى ارص عليها العيش بتاعي. اهم حاجه تبقوا موطيين النار تحت منها. شويه كده وهنقلب وهوريكم هيبقى طالع شكله عامل ازاي، استنوني. وبالشكل ده يا جماعه هيكون العيش معانا اهو ما شاء الله اللهم بارك استوى من الناحيتين اهو. هروح جايه بقى مطلعاه على مناديل مطبخ كده اهي. هقلبه شويه بس كده كمان على وشه ياخد بس وش معاه اهو. شايفين؟ تحفه بجد. وهاجي هحط الثلاث رغيفه التانيين اللي باقيين اهو بالشكل ده، وهوريكي بقى في التقديم هيبقى شكله عامل ازاي، استنوني. سلطه وعملنا المخلل، طبعا الحاجات دي اساسيه، والشطه بقى لو حد حابب ان هو يعمل سبايسي كده مع نفسه. يلا بقى نفتح كده رغيف ونشوف شكله ايه من جوه. طبعا هو سخن جدا
جدا لانه لسه يا دوب شايلاه من على الصاجه. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، اللحمه جميله ومستويه، شايفين الدخان وطري جدا. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه، وكومنت حلو منكم كده عشان يشجعني. في حفظ الله وامنه، استنوني فيديو جديد، الى اللقاء.